اهلا بيكم يا جماعه. عمركم فكرتوا تعرفوا اكتر عن شخصيتكم وازاي بتاثر على حياتكم؟ النهارده هنتكلم عن واحد من اشهر اختبارات الشخصيه اللي موجوده على الانترنت اللي هو 16 personalities. عايزكم تجربوا الاختبار ده وتعرفوا اكتر عن شخصيتكم. تابعوني عشان تعرفوا تفاصيل اكتر، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه علشان ما يفوتكمش اي جديد. يلا بينا نبدا في الفيديو. ايه هو اختبار 16 personalities؟ ببساطه شديده جدا هو اختبار مبني على نظريه مايرز بريجز لانماط الشخصيه، وهو بالبلدي خالص بيقسم شخصيات كل البني ادمين ل 16 نمط شخصيه. 16 نمط شخصيه دول مندرجين تحت اربع محاور رئيسيه. الاربع محاور الرئيسيه دي هم باختصار الانطوائيه مقابل الانبساطيه. هل انت شخص بتميل انك تقعد وسط ناس اكتر ولا بتميل انك تقعد لوحدك مع نفسك منعزل؟ الحدسيه مقابل الحسيه. هل انت شخص بتميل الى الخيال والاستنتاجات ولا بتميل الى الحقائق والتفاصيل؟ التفكير مقابل المشاعر. هل انت شخص افكارك او قراراتك بتبقى نابعه من مشاعرك اكتر وهي المتحكمه فيها، ولا بتبقى نابعه من عقلك اكتر؟ التقييم مقابل الاستكشاف. هل انت شخص بتحب التخطيط والتنظيم ولا انت شخص عفوي اكتر وبتحب التلقائيه؟ الاربع محاور دول بيندمجوا مع بعض عشان يكونوا لك 16 نوع او 16 نمط من انماط الشخصيه. ال 16 نمط دول كل نمط فيهم ليه نقاط قوته وليه نقاط الضعف بتاعته وليه مميزاته. ازاي بيتم الاختبار؟ الاختبار بسيط جدا، الا انك انت تدخل على الموقع، بتدخل تحل كام سؤال او تجاوب كام سؤال كده، بياخد منك وقت تقريبا حوالي 15 16 دقيقه. بعد ما بتخلص الامتحان بيطلع لك نتيجه الامتحان عباره عن الشخصيه بتاعتك وشويه معلومات عنها. اعتقد المعلومات اللي تطلع لك اكتر من كافيه بالنسبه لك دلوقتي، لانك انت ممكن تاخد فيتشرز اضافيه، بس لازم تشتري البريميوم فيتشرز لنوع شخصيتك اللي هو تقريبا حوالي $30، يعني حوالي $34 بعد ما عملت البنك. ده تصوير الفيديو طبعا، بس اعتقد المعلومات اللي تطلع لك في الاول دي مور ذان انف تقدر تعرف منها شخصيتك ايه، وتبدا تعمل سيرش اكتر عن نقاط القوه ونقاط الضعف لو انت ما لقيتهاش اصلا في الموقع، وش انت هتلاقيها في الموقع. ما تقلقش. ايه فوائد معرفه نمط الشخصيه؟ انا دلوقتي امتحنت وعرفت نمط شخصيتي، انا هستفيد ايه؟ اولا معرفه نوع شخصيتك تفيدك في نواحي كتير من حياتك. اولا من الحياه مثلا العمليه، ده بيساعدك انك انت تعرف تقدر تقول ايه هي الشغلانه اللي ممكن تبقى شدك اكتر وتبقى مرتاح فيها اكتر، او اللي تناسب شخصيتك وطباع شخصيتك. فده في حد ذاته حاجه كويسه جدا. تاني حاجه عندك مثلا علاقاتك الشخصيه، ده بيساعدك انك انت تعرف تتعامل مع الاشخاص في اغلب الاوقات، وتقدر تعرف انت ليه بتتعامل مع الشخص الفلاني ده بالشكل الفلاني ده، والناس الاشخاص اللي حواليك بتتعامل كده مع بعضها ليه. ثالث حاجه التطوير الذاتي. يعني ايه التطوير الذاتي؟ كل واحد فينا بيبقى محتاج يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه عشان يبدا يبرز نقاط قوته دايما في الانترفيو مثلا، او في الشغل، او في الابريزل بتاعك السنوي. ونقاط الضعف بتاعتك بيحاول مش يخفيها، لا بيحاول يعترف بيها تمام قدام نفسه، بس بيحاول انه يحولها نقاط قوه ليه. فانك انت تعرف ده كله دي حاجه كويسه جدا ليك. ازاي تبدا تاخد التست؟ الموضوع بسيط جدا. ما كل اللي عليك انك تدخل على موقع 16 personalities، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. هتدخل على الموقع وتمتحن الامتحان. الموضوع بسيط، مش هياخد منك اكتر من ربع ساعه تقريبا. هتلاقي النتيجه تطلع قدامك، وما تنساش تقول لي نتيجتك انت او شخصيتك طلعت ايه. شكرا ليك لو انت مكمل الفيديو لغايه دلوقتي. يا رب يكون الفيديو عجبك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشارك الفيديو ده مع حد من اصحابك تاني علشان يدخل يعمل تيست برضه، وفي نفس الوقت يقول لنا نوع شخصيته ايه. ممكن تقدروا تفهموا بعض اكتر. Thank you for watching and see you next video.